السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنكمل الحلقة 100 من مسلسل ليلى. بتبتدي الحلقة وتظن نور أن خطتها هي ونيجو نجحت، ولكن فجأة تجد جيفان وليلى أمامها ويصفق لها جيفان وتنصدم نور بشدة. ويأتي جيفان وهو يتذكر ما حدث عندما اتصلت نور مكالمة فيديو وأخبرتهم أن ليلى هي من اختطفتها. بعدها انصدم جيفان بليلى واتصل بها وسألها أين أمي، وذهب إلى ليلى بالغرفة، وكانت فيدان وجدت تسجيلات كاميرات المراقبة وقامت بتشغيلها أمام ليلى وجيفان، وكانت تظهر نور بالتسجيل هي ونيجو تحكي له الخطة بالتفصيل كيف سيمسكون بها وكيف يخطفوها، وتقول لنيجو يجب أن يكون تمثيلنا مقنعا، يجب أن يصدق جيفان، أريد أن يكون كل شيء واقعيا، وينصدم جيفان بها. وبعدها اتصل جيفان بنيجو عندما كان يظن نيجو أن نور هي من اتصلت لتسأله عن المدفأة، وعرف منه العنوان. وبعدها يأتي جيفان في الوقت الحالي وهو ينحني أمام نور ويقول لها أقول في كل مرة كيف تصبحي دنيئة هكذا وأنت تسقطين أكثر وتدخلي إلى القاع، كيف تستطيعي أن تبني حياتك على كل هذه الأكاذيب. وتنصدم نور وتحاول الدفاع عن نفسها وتقول اسمعني فقط يا بني، ولكن يصرخ بها جيفان ويقول لها لا تلمسيني ولا تقولي بني، ماذا أسمع منك؟ كيف يحوي الإنسان كل هذا السوء وكل هذه القذارة بداخله؟ كيف وصلت إلى هذه الحالة؟ هل انعدام الحب هو من أوصلك إلى هذه الحالة؟ ألا يوجد شيء جيد بداخلك؟ ويستمر جيفان بتوبيخ نور، وتصرخ نور وتقول له يمكن أن أكون شخص سيء، ولكن أنا أحب ابني أكثر من كل شيء، وهذه الفتاة سيئة، وطبعا تقصد ليلى. وينظر إليه جيفان بسخرية وتصرخ نور وتقول لا تنظر إلي هكذا، أؤكد لك أن هذه الفتاة ستؤذيك. ويقول جيفان أنت من تؤذينني لست هي. وتصرخ نور وتقول ستصاب بمصيبة بسبب هذه الفتاة. وجيفان لا يهم ما تقول نور ويتركها ويذهب. وتحزن نور وتصرخ على نيجو وتقول له عليك اللعنة، كيف لا تخبرني بمجيئه. وهنا يكذب نيجو ويقول لها كنت سأقول لك ولكن نسيت إنها الشيخوخة. وتظل نور تصرخ في هذا المكان. وبالخارج تأتي ليلى وهي حزينة من شك جيفان بها، وينادي عليها ويعتذر منها ويقول أعتذر جدا منك أرجوك سامحيني، كان يجب علي أن أصدقك. وهنا تسامح ليلى وتضحك وتقول حسنا يا جيفان لقد مضى، دعنا لا ننهي هذا اليوم هكذا. ويضحك جيفان ويقول لدينا عرس، وتضحك ليلى وتقول نعم ويذهبوا ليتجهزوا. وفي هذا المشهد يبدأ الفرح ويبدأ الاحتفال بهم ويرقصوا في سعادة، وجميع العائلة تنظر إليهم وهم سعداء، والجميع موجودين بالفرح ما عدا نور. وهناك تأتي نور وهي بالقصر وهي في شدة يأسها، وفجأة تبدأ تشعر أنها ستضعف وتقول لنفسها يقولون أن من يسقط لا يكون لديه صديق، وليس هناك أخطر ممن سقط مرتين. أنا نور أنهض مثلما أسقط، أنا لا أهزم أبدا فقط أخذ استراحة. المكوث في البيت والبكاء عمل المساكين، المساكين يحزنون من أجل أنفسهم. أنا لا أخسر، أنا لا أترك، فقط أستجمع قوتي. أنا نور، أنا لا أخسر أبدا، أحارب ألف مرة بنفس عميق. وتظهر نور بفستان أبيض كالعروس وكانت في شدة جمالها، وتظهر وكأنها لا يصيبها شيئا. وعندما تذهب إلى الحفل الجميع ينظر إليها والجميع ينصدم من الفستان الأبيض الذي ترتديه، وتنصدم فردة وتقول إنها ترتدي فستان عرس فعلا. وتغضب خديجة من هذا الموقف. الصدمة الكبيرة تأتي لليلى وجيفان وتستأذن من الحضور لأنها تريد أن تتكلم مع العريس والعروس، وبالفعل تتحدث معهم على انفراد وتقول لهم حقا أعتذر منكما بكل صدق وأعدكما أن هذه المرة الأخيرة. وتقول ليلى أي إنسانة أنت تأتين إلى هنا بهذه الحالة وتقولين هذا؟ ويقول جيفان لها لولا أننا في حشد كبير لأمسكت ذراعك ورميتك أمام الباب. وتقول ليلى لا نريد فضيحة هذا المساء يا حبيبي. وتقول نور وأنا لا أريد أن تحصل فضيحة يا جيفان، اليوم هو أسعد أيامكم وأنا حقا أحبك يا بني، أفعل كل ما بوسعي حتى لا تتأذى خصلة من شعرك، وسأفعل ما بوسعي لكي تحبني وتسمح لي بممارسة الأمومة معك. أنا حقا أريد من ليلى أن تسامحني، أريد أن أفتح صفحة جديدة اعتبارا من اليوم. أعلم أنك تحب ليلى وليلى تحبك.
وأنا سأتحمل ذلك، أفعل كل ما بوسعي لكي لا يخرب هذا يا جيفان، وإن سمحت لي أريد أن أكون شاهدة على يومكم السعيد هذا يا بني. ويوافق جيفان ويقول لها اجلسي بمكان ما بهدوء ولا أريد مشكلة، وتشكره نور وتشكر ليلى، وتذهب نور وتجلس، ويذهب طوفان إلى جيفان ويسأله هل كل شيء على ما يرام، ويطمئن جيفان. وتجلس نور على الطاولة وتقول خديجة كم تبدين جميلة، وتقول نرمين أتعلمين يا سيدة خديجة هناك خروف أسود في كل عائلة يخجلك وهذه هكذا، وتنظر إلى نور. ويضحك سلمان ويقول يحصل هكذا في كل عائلة، إن رميته لا يرمى وإن بعته لا يباع. وهناك تبدأ النظرات الرومانسية بين فيدان وكرشات، وهذه النظرات تلاحظها سما. وهناك جيفان يخاف على ليلى ويقول لها هل أنت بخير، وتقول له نعم بخير. وفي الطاولة الأخرى تقول خديجة لنرمين هناك سر واحد للعائلة السعيدة، وهو لم أسمع ولم أرى ولم أتكلم. فتضحك نرمين وتقول لها وهذا سر بهجتك. وتقول خديجة لنرمين هذا ما يحدث معي، يقولون لي أن نور فعلت الكثير من الأشياء، ويقولون ألم تسمعي بها أبدا، ولكني لم أسمع ولم أرى ولم أتكلم. نفعل هكذا لكي تستمر الحياة. فتضحك نرمين وتقول لها الأفاعي التي لا تلمسني لتعيش 1000 سنة. وتقول ولكن عندي ليس هكذا يا سيدة خديجة، أنا أسحق رأس الأفعى التي تلمس. وتنظر إلى نور. وهناك مالي يجد فردة تأكل النقانق المعلبة، فيقول لها أن هذا ليس صحي بالنسبة لها، وهو يتحدث تجد الهدية التي اشتراها لابنته، وتظن فردة أن هذه الهدية لجيفان. ويقول مالي أيمكن شراء هدية بلون وردي لجيفان، وتظنها لها، فيخبرها أنها لابنتنا اشتريتها للصغيرة، عندما تحكها أسنانها تعضها. فتنظر إليه فردة بحب وتقول يتم الشعور بالأمومة عندما يقع الجنين بالبطن، والأبوة تأتي لاحقا، ولكن اتضح أنك سريع جدا. من الواضح أن مالي تغير كثيرا من أجل ابنته، ومن المتوقع موت مالي آخر الجزء الأول، لهذا لا تتعلقوا به كثيرا حتى لا تحزنوا كثيرا. كل هذا الحنان والأبوة تظهر أمام نور التي كانت غاضبة وتشرب الكثير من المشروب. وهناك جيفان يخرج على المسرح وتأتي إليه ليلى، وتبدأ الأغاني ويبدأ الرقص، وتقف جميع العائلة وترقص بجانب جيفان ما عدا نور طبعا. وأثناء رقص فيدان وكرشات تلاحظ ليلى أنهما يتوددان لبعض. وهناك يرقص جيفان مع ليلى بحب ويقول لها عندما رأيتك بالمزبلة كان هذا أول يوم في حياتي، وثاني أجمل يوم في حياتي هو اليوم. فيقول لليلى أين جدي؟ فتمزح ليلى معه وتقول له أي جد؟ ويضحك جيفان كثيرا. وينظر جيفان إلى طوفان ويقول لها أبي سيبكي حتما في نهاية الليلة. فتمزح ليلى مجددا وتقول له أي أب؟ ويضحكان الاثنان ويتعانقان بحب. وما زالت نور تنظر إليهم وتشرب المشروب، وتنظر فقط إليهم وهم يرقصون. وينظر جيفان إلى ليلى بحب ويقول لها في وسط القاذورات والمزبلة كيف نبتت زهرة جميلة وكبرت وأصبحت امرأة جميلة هكذا. وتنظر إليه ليلى بحب وتقول له كنت سأزبل بدونك. وما زالت نور تجلس وحيدة وتشرب، وتجدها نرمين هكذا فتستغل الفرصة وتأتي وتقول لها انظري كم أن الجميع سعداء، أنت فقط تموتين من التعاسة والحسد. فترد نور بغضب وتقول لها تكلمي يا نرمين العقرب تكلمي، كلما تكلمت أكثر كلما حقدت أكثر. وتغضبها نرمين وتقول نعم أخرجي القاذورات التي بداخلك، أتعلمين كنتك مثل الأفعى، هي أسوأ منك كثيرا. فتقول نور طبعا لأنها تعلمت مني. وهناك تأتي ليلى وهي ترقص مع فدان وتقول لها لدي مفاجأة لكم. وتظل تراقب سراب حتى تجدها وتسألها لماذا تأخروا هكذا. فتقول سراب اتصلت بهم إنهم على وشك أن يأتوا لتقلقي. ويأتي مشهد قبل الفرح لفدان وهي تعطي لسراب تسجيلات كاميرات المراقبة، وعندما تراه سراب تجد أن نور تتحدث مع نيجو وتتفق معه على تفجير بيت سراب. وهكذا تعلم سراب أن نور هي من فجرت بيتها. وفجأة أثناء الاحتفال والرقص تأتي الشرطة ويقول الشرطي اغلقوا الموسيقى، ويذهب إلى نور ويسألها هل أنت نور يلدز؟ وتقول نور نعم، فيقول لها هناك شكوى بحقك ستأتين معنا إلى المخفر. وتنصدم نور وينصدم الجميع وتقول له كيف يمكن أن تكون هناك شكوى بحقي؟
أنا في العرس ماذا فعلت؟ بالتأكيد أن هناك خطأ. ويأتي جيفان ويسأل الشرطي ماذا حصل ومن قدم الشكوى. وفجأة تتكلم سراب وتقول أنا قدمت الشكوى، هذه السيدة حرقت بيتي. وتنصدم نور بقوة وينصدم الجميع، وتصرخ وتقول ماذا تقولين؟ وتقول للشرطي هل تأخذوني فورا عندما تقول أنني حرقت بيتها؟ هل تمزحون الآن؟ أيمكن شيء كهذا يا حضرة الشرطي؟ وتظل نور تصرخ وتدافع عن نفسها، وتطلب من سلمان أن يدافع عنها، ويدافع عنها كثيرا، ولكن الشرطة لا تسمع لهم لأن معهم دليل وهو تسجيلات الكاميرا. فيأخذها ويقول لها رجاء لا تسببي مشكلة. وتصرخ نور وتقول لمالي عليك اللعنة، جعلتنا نعيش هذه اللحظة. وتنادي على أيلا بغضب وتقول لها أنت من فعلت هذا يا أيلا. وتصرخ وتقول هل ستأكلون كعكة العرس هنا؟ وتدفعها بعيدا فتقع على الأرض. ويحاول سلمان أن يتكلم مع الشرطي ولكن دون فائدة. وتشعر نور بالجنون وتنظر نظرة غضب إلى ليلى وتقول لها أنت من فعلت هذا. وتنظر ليلى إليها وهي تبتسم، وتأتي عين جيفان على ليلى وينصدم عندما يراها تبتسم ابتسامة انتصار. وما زال جيفان في صدمة ويشك بأن ليلى هي من فعلت كل هذا. ويأخذ الشرطي نور إلى السجن. من الواضح على نور أنها تشعر بالخوف الشديد، وما زالت ليلى تشعر بالسعادة والانتصار. من الواضح ان الحلقات اللي جاية هتكون قوية جدا. يا ترى نور هتعمل ايه جوه السجن وجيفان هيعمل ايه مع ليلى؟ هنعرف بإذن الله في الحلقات اللي جاية. ما تنسيش لو الحلقة عجبتك تضغطي لايك وتشتركي في القناة. أشوفكم بإذن الله في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.